لا ده انا يا زول توكل امشي قبل ما تمرض. ودال انت عارفاني انا لاهقك على شنو؟ على شنو؟ مين على مين؟ كلمت لك كثير في اللف والدوران؟ لكن دي اخر مرة انا جيتك فيها. اتمنى انك تسمعيني ودي اخر مرة بقول لك الكلام ده. يا بنت الناس انا دايرك بسنة الله ورسوله. انت دايراني ولا ما دايراني؟ لا 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 المنية حننو طفرت مشطو المنية حننو طفرت مشطو ضريرة ضررو أجرت جرتكو الضريرة ضررو البخور أطلقو بلقى المصيص غطو البنات زغرتو البنات زغرتو الليلة سيرو لا لي لا لي لا لي الليلة لا لا لي لا 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 لي يلا نودو لبيت وبيوصلوا إلي دمك خلاص جوزوها. انت عارف انا اتكلمت معاه لكن انت اصبر شويه بس. والله يا شاعر شوفي انا ده خلاص تعبت ما فيه كفايه وقررت اني اسافر ذات وارجع اهلي اكمل باقي مواضيع هناك. عملت شنو لما ماشي؟ اصلا انا موضوعي جيت عشانه ذاته. جيت داير لي عربيه ولقيت العربيه وماشي. لا جيت لموضوع زواج ولا عندي علاقه بالزواج. انا ذاته شبكني فيها شنو؟ القسمه نادتك من هنا ركبت جيت نادتك. لا اصبر ودي قسمتك ولا ما تفوتها تاني. نضال دي نزل تاني ما تخليها. بس النضال دي بالطريقه دي هو 200 كده لما ماشي زي ده ما حق الله على تابك. جيت 200 هو لما قدمتها وطلبتها ودار مرة ده دار له اول حاجه يهنسوا ويدبدبوا ويدلوهم. لكن انت زي ده بس جاري ماشي. عشان كده ناس قدام ده ناس بخافوا ما بدوك يالو. هسه كان ادوك ذات المره دي بتمسكها. بس النضال دي بالطريقه دي شايفاني انا حقدر. الناس بصبروا السنوات بيجوا بيقدموا يوم وبمشوا وبيجوا لما وليانهم بزعلوا في النهايه بدهم. والصبر ده عمره ما ده. ده داير له صبر وداير له مهنة وداير له كلام. لكن هي قالت لك انا ما دايرك بس انت تمشي. زي ده ما بقى اقعد اصبر. الصبر اولى. هو التعمى ما قدر له. انا الغريب بقدر له. تقدر والله يا شاعر انا قدري ما احاول انسى الموضوع امشي. انت لا دايره تخليني لا البروف داير يخليني. ما اعرف ذاته انا خيته جابني شنو تاني شبكني في مواضيع زواج كمان. هي القسمه يا ما داير تخليك ما عن هنا. القسمه يا ما داير تخليك. الزول عنده برنامج ما يعرف برنامج لازم يعرف الحاجه. شوف يا عمر انا داير اقول لك حاجه. انت طالما انك شكيت في زول تقوم تعمل شنو؟ تمشي تفتح بلاغ. قبل البلاغ انا كده خليني بطريقتي الخاصه لازم احاول اعرف الزول وذاته يعني هدفه شنو كويس. ونحن لازم مفاس ما تخلي المزرعه بالمر. احنا كده لو اضطرينا انه اي زول حصلت له اقل مشكله ممكن يعني هي في عنده مشكله زي ما صغيره يعني. لكن برضه ده لازم احنا نحاول نتحدى زي ما بيقولوا الثلاثه ما في انهزار. نديك ونقتلك وناخذك. ما في انهزار. اوكي طيب طالما ما في هزار انت عشان تقدر تامن نفسك وتامن البيت دي انت لازم تمشي الشرطه وتكلمهم بالحاصل. لازم تحصل الشرطه
دي كذاتها جد. تفضل. الحمد لله على السلامة. ما شاء الله كويسه. الامور شنو؟ الحمد لله. على جاي على جاي. انا اصلا شكيت قلت بتجي لكن عارفك كويس سترونج وومن. الامور شنو؟ الحمد لله رب العالمين. يا اخي والله اسفين لكل الحصل والحاصل، هسه من قبل ده موضوعنا شاغلنا ذاته بتعرف. عاد قدر الله ما شاء فعل. لا لا الف سلامة. نحن اتكلكنا شديد خلاص يا نفاس، وان شاء الله كده يا ساره بنقوم بالواجب. تعالي هنا. نشوف كل التحضيرات. السلام عليكم. كيفكم؟ السلام. طيب يا جماعه نحن بنتاسف للحاجه اللي حصلت، لكن ما عندنا خيار. يعني ده وضعنا عامل كده. في نجاح لازم يكون في مشكلات، واحده من اكبر المشكلات. كلنا بنعترف العالم ده كله لو في استتابه امنيه كان بقى افضل. كلنا بنحلم انه الوطن يبقى اجمل، العالم يتعافى شنو كده. التحديات دي قادرين نتجاوزها بتماسكنا بكده. والله المزرعه دي ما بنخلوها. لا يعني خلوها. زول انت لازم يكون عندك حاجه تدافع عنه. لو ما دافعت عن ارضك وارضك ودينك تدافع عن شنو؟ من اجل المزرعه احنا نموت. بس تموتي صحيح ولا لو لا جينا لا بموت المزرعه تموت من اجل المزرعه ولا من اجل البرف؟ والله يا شباب انا فكرتكم عجبتني شديد. اتمنى كل الشباب يعني مش مزرعه بس، في افكار كثيره وفي مشاريع كثيره، لكن الناس كيف تتحد مع بعض وتقعد تكون حاجه واحده كلمتها واحده. ان شاء الله كده هنغير حالنا وحال بلدنا كلها كده ان شاء الله. كونوا انكم تتصرفوا براكم الكلام ده ما مقبول. نحن بدورنا زي ما قلت لكم تبلغوا الجهات الشرطيه وهي المسؤوله. اهم حاجه سياده القانون، وبعدين ده بخلينا في السيف سايد. ايوه يعني الداير شنو؟ ما في زول زي ما بيقولوا يركب راسه. لا ان شاء الله. يكون هناك من هناك ياخذوه بشكل مباشر. كميه بتاعت التدابير نعملوها، وبرضه زي ما قال رامي حنوصل الجانب الشرطه هنبلغ بكره بيتفتح البلاغ شنو كده، بعدين نخلوا الاجهزه الشرطيه وشنو تتابع شنو ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا جماعه سبحان الله، هو صح قدر الله ما شاء فعل، لكن الحاجه الغريبه اللي انا عرفتها انه الزول ده وما داير قروش ولا حتى داير يتعدى علي ولا شيء، وشخصيته كمان يعني انا لما شفته كويس ما غريب عني، وبعرفنا كلنا يعني تقريبا كده. ملامحه كده وضحت ملامحه ما غريبه يعني شديد، بما انه فاتح عيونه برضه ما يعني شخصيه معروفه وكده. لكن هسه حاليا انتوا المحيرني الزول ده داير شنو؟ ده المحيرني يعني سبحان الله. ما دي الحاجه اللي بتحير، لكن اي حاجه في راسكم هسه انتوا خدتينا. الزول ده لو ما يتقبض ما معروف فهموا اصلا هو شنو داير يوصل ليه شنو. هسه حاليا اي حاجه الزول داير اللي في راسه حاجه هي بس يعني. انتوا يا جماعه قبال كده ما في زول عنده مشكله مع زول كده نهائي خالص نهائي. بالمناسبة احنا تكلمنا كثير، خير ذاته في ناس تانيين حايمين بأسلحتهم في الحلة وين. ما انا محيرين ناس باسلحتهم قبل كده. انا سمعت الكلام ده. طب الا ولا ناس غريبين ولا الحاصل شنو؟ والله ما غريبين، لأننا في الحلة ذاته قاعدين نتكلموا، ودائما الناس بالسكاكين بالأسلحة، ما غريبين الناس دي. كده المشكله دي بقت مشكله البلد كلها. بالمناسبة هي مشكلة الأمن ما في المزرعة دي بس عامة، لكنه كي زول يجي يقصد المزرعة ذاتها يتهون فيها، ولا زول يجي يعتدي على زوله وإنين بعرفها
وبيعرف عنده قروش وبيعرف الناس الثانيين، معناته ده زي عنده منتاليتي مختلف. اكيد مثلا يعني احنا غايته بكره بنعمل اجراءاتنا ان شاء الله ان شاء الله. ضروري. انا بالمناسبه عشان ما داير اضغط عليك في البيت شنو بتاع، لكن بجد الزول عرفته صح؟ ما اقول لك الصراحه، يعني هو كان واضح سويت بلاغ وكان واضح سويت، وانا بقول لك يعني ما شك ولا حاجه، كانوا متاكده منه انه الزول ده يكون جمال. جمال المعانا ده؟ ما إنه سبحان الله نفس الشك. طيب قال لك بالضبط قال لك شو؟ يعني كان لما نحن كنا بنتكلم انا كنت خايفه شديد، رعب عديل، بتكلم لي وهو هددني، قال لي لا لما قال لي كده انت عرفتيني وما عرفتيني، انا قلت له لا ما عرفتك، وحتى لو عرفتك انا ما بكلم زول. ده كان كلامي له. ويعني حصلت حادثه بيننا كتيره كده، وصوته ذاته يعني نفس الصوت، نفس نبره الصوت اللي كان قاعد يتكلم بها هنا. هناك كان بنهر شويه وهنا بدعي لنا البراءه او اي حاجه، لكن ده كان جمال ان شاء الله ما شك، وإنه بعد الظن تفتكر عمل كده ليه؟ لكن ظاهر ما ادري دافع القروش ولا دافع اي حاجه. ليه؟ هو كان بيسألني يقول لي عارف المزرعه دي حقت شنو، انت بتساعديني لشنو؟ يعني تقريبا لشام الارض. وده ما بيكون تفكيره، لانه هو عقله اصغر من الكلام اللي قاعد يقوله ده، يكون الزول ده يا مؤجر يا مهدد يا عامل لي اي حاجه بعد، لكن هو تفكيره ما بيفكر الزول ده قارنه بقروش كتير. ما عارف التقيله شنو يعني. الموضوع ده والله لانه شاغل بالي بشكل كده ما تتخيل قدر. خلاص هيك احنا بنعمل الاجراءات ان شاء الله. لسه ما تفضل في الحلقه ده. ما شاء الله ما شاء الله. قطعتي تشيدين قطعتي سابس قد زول بعرف كده. ايوه لكن انا ما بعرف صاري ما بعرف بكتب شغال زي ده. هو وين فاتك؟ ودينا هي البلد سمحة ونتمنى لها الأمن والاستقرار والسلام، والناس كلها مسلمين عن بعض، ونتمنى لها تضرب بالصحة والسلام وبالعافية، والبلد خيرها واسع يا أخي، ونتمنى الأمن والاستقرار، ونتمنى السلام يكون سلام من القلب وسلام تام كامل وشامل، ونشكركم وتقوانا على شيئكم. كلمي وحبيبي ليومين من بلدنا عن سهادي وخوفي ليومين من بلدنا. ما شاء الله يعني انجازاتنا ما شاء الله جميله جدا جدا، وبالتاخنا خالي من السماد، بالتاخ يعني زرعنا لكل البلد، باذن الله ان شاء الله اي زول لحد اذا كان مجان او بقروش يجي هنا بس طوالي ياكل اي حاجه. من بدينا الزراعه الامن مستتب، ولو في سلام وفي تنميه وبتاع الزراعه بتمشي لقدام. يا الغرف يا اخي تقدروا يجي الدقله ولا تمشي البنك؟ يمكن نحتاج من البنك ذاته نسخه ثانيه اضافه له، لانه دايرين نخلص كل ده بعد ذاك، لكن من بعد ما ده يخلص الجاي ده كله ممكن من هنا ومباشر. انت ثاني ما تسالني ذاته، تقدم البنك يجيب اشعار. تيلم تيلم دانيا سجورده كرورو چايه تيلم تيلم دانيا سجورده كرورو چايه يا التواديل لحسبي كتالوني يا التواديل. ما أعرف أعمل شنو يا رمح، لأنه بجد
المشروع ده لو وقف هنا انهزام. يعني من الناس اللي اعتدوا على مفاز مننا فينا والله العظيم. مننا وفينا كيفين يعني؟ مرات بالمناسبة الناس يقول لها قلبها ما واحد. في زول بتلقاه ايدي في اكلك وقلبه في قتلك. من الناس اللي في المزرعة؟ من الناس اللي في المزرعة. ومحتار يعني انه ليه امل كده. ما علينا. شوفي نحن حنعمل احتفال كبير جدا. على الاقل بيكون في شوع نعمل شيء اعلامي كده. اتمنى انه مامتك تجينا. حتجي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حنجيبوها وسحورها. يا زولا. كلمتها؟ يا زولا. لكن ما قلت لي. لا خلاص ما احنا ظبطنا الموضوع. مبسوطة شديد. وبعدك انت حنجي مع سحر. خلاص. سحر حتجي لما نقول لا ماما جايه وكده حتجي. ما تصدقي طبعا اتصلت قالت لي مشتاقه تشوف الجنين وشنو. قلت لها ابشر ما عندك مشكله حتجي وحتشوف الجنين. كمان؟ يا زلمه. يا سلام. احتفال كبير. يبقى تفاصيل مختلفه. وعذريني لانه بجد المزرعه اخذت كثير من حياتنا الخاصه. سوري. لا يعني خلاص ما اخذت كثير خالص لانه احنا قاعدين نساعد في ناس والناس دي محتاجين لنا اكثر من انه نحن نكون ما مدينا بحقهم صح؟ ندعلهم. Yeah. Thank you very I much. know that. Thank you. Thank you very much. Welcome. I love you. لا كمل ما انا كيف يا زول دايره يا زول في 60 غير انا ده مسؤوليتي بالقلب. والله يا عبد الرحمن حاولت كثير خليني انتظرك يا خلق الله امشي لا بس ما الشدة دغري دايراني يا بنت الناس دايراني ما دايراني في 60. طيب السوري انت طالع مع عم عمر مشينا الحته اللي انتوا قلتوا دايرين تنبسطوا فيها صح؟ مشينا تلاقوا اصحاب جدد صح؟ يلا انت كان مشيت العب معاهم كويس وتعرف عليهم وما تتشاكل معاهم طيب؟ انا لو ما مشغوله كنت مشيت معاك يا بابا طيب؟ بس انت ماشي معاك عمو كويس؟ خلي بالك ما تتوسخ طيب؟ اي ما تشاكل الشوفة سمع؟ بقيم اصحابك كويس؟ يا سلام عليك كده عليك يا سلام ده منادي الجميل ده تمام مشينا؟ يلا بس تعالوا سرعة هاي شوف يا البروف انا والله مرتين البدي حاولتها واتكلمت معاه لكن جرحتني والله يا اخي بعد ده كله ما دار عليك الله اسمع انت زول بحنكك ده يا فرده امال نحن نقول شنو يا زول امشي لا يا زول وبعدين انت كده داير تثبت لنا انه ناس الخرطوم دي الخوافين ولا شنو ما بقدر يواجه والله ما الجنس اللطيف ولا كده لكن شنو يا البروف لا يا زول وبس كلام حاسم يا بنت دايراني ما دايراني بدون اي احراج وانا مسؤوليتي بالقلق والله احلى من ذاته انا ذاته ما اعرف انت ليه بس وقعت فيه وانا المخاوف بناتنا ديل صعبين جدا جدا الواحده عشان انه دارت الزواج لازم تجي وتحنك وتكسر تلي وتتحلحل وتتململ معقوله وديني زمان قال لك شوف لو ما حشيت زي كم مغمس كده ذاته ما بتقبل لك سبحان الله ده بعد العنق المغمس لكن شنو هو في النهايه الشيء ده قرار وانا بتخذه وبمشي بس وبتقدم اما النصر اما الشهاده لا انا دايرك تحسيمه معاه هي بعد ذاك اهلها ديل هينين اهلها لو مشيت هي لو دايرك ما عندهم مشكله لكن كيف انت تقنعني وبعدين يا زول ضيف ده يا اخي على الله داير له بس شويه حنيه كده اتكلم لها انك جميله وانك هناك قبل ما تعرض لها ذاته والله ده انا يا زول توكل امشي قبل ما تمرض
نضال انت عارفاني انا لاهقك على شنو؟ على شنو؟ مين على مين؟ كلمت لك كثير اللف والدوران؟ لكن دي اخر مرة انا جيتك فيها. اتمنى انك تسمعيني ودي اخر مرة بقول لك الكلام ده. يا بنت الناس انا دايرك بسنة الله ورسوله. انت دايراني ولا ما دايراني؟ ما دايرك. لكن انا ما داير منك الاجابة دي تكون هسه. انت اخذي راحتك، اخذي اسبوع فكري شاوري. كم سنة إجابة اديني الرس. بدك لو سنة إجابة برضه بكون مقتنع، لكن امشي فكري واقعدي مع نفسك وشاوري وتعالي اديني قراري. اسمعني، لو سنة سنتين شهر شهرين حول كامل أنا ما دايرك، تمام؟ انا هقبل بقرارك، لكن بس ما داير يكون هسي. امشي اخذي راحتك وفكري وبمزاج القرار اللي انت وصلتيه ان شاء الله كده انا بقتنع به. ولو قلت لا بكون راضي. ولو انت وافقتي انا هاضرب لابوي واخواني عشان يجوا ونكمل كل التفاصيل. ولو قلت لا برضو ما هكون زعلان، لانه ده قرارك وانا بحترم قرار اي زول. بكرة بنرجع تاني نغني، تاني تغني الدنيا معانا. بكرة بنرجع تاني نغني، تاني تغني الدنيا معانا. نمشي مدارس نحيي مزارع، نمشي مدارس نحيي مزارع. بكرة نحقق كل منانا. يا خالد ما نقول لنا اسمك. أنا اسمي موفق، أنت أصل اسمك؟ أنا اسمي ناصر. وأنا الأصل دراك بالفيل ده اسمي ميسر. أنت حصانك بجري 100 سنة أنا بجي بتتجاوزك. انتم كم اصليين تعالوا من الصابة. يا زلمة ده مع حسن تبخ سايد انت ركبت حسن حقيقي؟ الحصان خلى يا زول انا الجمل. اقسم بالله انت قطاب كذب. يا كاتب التاريخ مهلا، فهنا الاخضر موجود، هنا رقيت موجود، هنا بالفعل الاداء الكبير، المدوي المثير بكل المعايير، انت الخطير، انت المثير، بطل بيكاسوس، بطل بكل المعايير، قادم من المضامير الامريكيه من اجل ان يحقق الانتصار والفرحه الكبيره. بالفعل فرانكيني توري ماجيكال مرة أخرى في مواجهة نيبل، انجودة الوطن. ماجيكال في هذه المرة خطيرة، ولكن نيبل سلطانة لا تتحداها فلن تتعداها. نيبل ممثلة الدية العظمى، إنها عظيمة، إنها سلطانة، سلطانة هذا الزمان. أمان ربي عليك يا أمان. عظيمة، شوش الروس شوشيها. يا ياسر الخل جبلا خلي نكع الأطفال. افعلي ما شئتي، فأنت السلطانة هنا، أنت الأميرة هنا، أنت صاحبة القرار، أنت بالفعل من أشعلت النار. نار 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 نار. نيبل كعادتها أسطورة حلوة ترجع كل ليالي حبيبة. الأيام الحلوة استاذ الحب اللي رفعنا جميل مالك كيف اليوم بجيب. لو بتحبونا بجد اعملوا اشتراك وتعليق ودوسوا لايك. نتلاقى في الحلقة الجاية. باي.